بشرتك والصيام. في شوية حاجات لازم تبقي عارفاها وخصوصا في فترات الصيام. أولها إنه بشرتك مش بس بتعطش، لكن التغيير اللي بيحصل في مواعيد النوم، قلة السوائل، اختلاف نظام الأكل، كلها عوامل ممكن تخلي ترطيب الجلد يقل شوية وتأثر على توازنه الطبيعي. وده معناه إن بشرتك في الفترات دي محتاجة لدعم بشكل مختلف شوية عن المعتاد. أهم نقطة عندي هي الترطيب، والترطيب هنا بنقصد بيه ترطيب لأنسجة الجسم كله بشكل عام والجلد بشكل خاص عن طريق شرب قدر كافي من السوائل كل يوم. كمان لازم نقلل من الحاجات اللي بتخلي الجسم يفقد سوائل زي مثلا السكريات العالية، الأكلات الدسمة، المشروبات اللي فيها كافيين. وفي المقابل هنزود من أكل الخضار والفاكهة الطازة وخصوصا الخضروات الورقية والحاجات اللي فيها فيتامين سي ومضادات الأكسدة. حاولي دايما تظبطي نومك قدر الإمكان، ولازم تبقي عارفة إن بشرتك بتتأثر بأسلوب حياتك، وكل ما فهمتيها صح هتعرفي تدعميها بالشكل الصح. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن